الدوري الممتاز المصري. تسديده جامده حلوه، جول جول جول. المنوفي، عمرو المنوفي بيسجل جون. ايه حلوه 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 يا ولد يا لعيب. الدقيقه 29 واحنا جايين على نص ساعه. تسديده مفاجاه على شمال اكرامي، بيسجلوا الجون الاول فريق الرجاء. عامل مباراه حلوه عمرو المنوفي، وبيتوج مجهوده لنفسه بقى بالجون اللي بيسجله في النادي الاهلي. ادي فرحه لعيبه نادي الرجاء. 30 دقيقه الرجاء هو اللي بيتقدم على الاحمر. بص شوف الحكايه من اولها، حلوه وراحت وخدمته بوش رجله الخارجي كده، بعدت عن اكرامي فين؟ في بطن الشبكه في الزاويه البعيده. عمرو المنوفي يفاجئ كل اللي بيشاهد وبيتابع، مش هنقول بقى الجماهير اللي في الملعب، الجماهير اللي قدام الشاشه. رغم ان الاهلي كان افضل في الشوط الثاني من مستواه في الشوط الاول، انما الرجاء بيسجل، عامل مفاجآت وفايز بلقاءين في المسابقه. تلعب الكره تاني بعرض الملعب من وليد سليمان عند حسام غالي، يريحها حلوه. صبر رحيل خطيره، جول جول جول. متعب 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 يا ولد يا ولد يا ولد. ادي خبره لعيبه النادي الاهلي، عرضيه بلسم ومتعب بدماغه قال لك دي ما ترجعش يا جدعان. حلوه حلوه حلوه. مفيش اقل من 3 دقائق الاهلي بيعدل النتيجه. عماد متعب التعادل مع الدقيقه تقريبا 34. ادي العرضيه اللي تحل لك كل المشاكل الهجوميه، عرضيه جميله جميله، وعماد متعب تمركز اكتر من رائع، وحاله فوضى تمركزيه بقى لمدافعي فريق الرجاء. كانوا واقفين جوه ال 18، انما عمليه المان مع الفراوده ما كانتش بالشكل المطلوب، وقدر عماد يهرب. بص شوف عماد متعب بيعمل ايه، وبعيد خالص طارق سامي وعمرو نبيل وهم عاملين عمليه الرقابه على الفراوده اللي متمركزين جوه ال6 ياردة. وتروح لمامادو اللي بيزقها هجمه مرتده في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره، يعملها حلوه انفراد خطيره خطيره. مش ممكن الجون الثاني، مش ممكن الجون الثاني. طارق سالم، الهجمات المرتده، طارق سالم بيجيب الجون الثاني للرجاء في مفاجاه كبيره للرجاء امام النادي الاهلي اللي بيسجلوا مع الوقت الضايع الهدف من تمريره في منتهى الجمال والروعه، عملوها لقدام بنقلتين يوصلوا طارق سالم اللي بيسجل الهدف الثاني. 2 لنادي الرجاء في لقاء في منتهى الجمال. في اخر الشوط الثاني من بعد الجونين كده لعبنا اكتر من 15 16 دقيقه بشكل كويس قوي. انما هنشوف التمريره اللي عملها المنوفي النهارده، هيبقى واحد من نجوم المباراه بالجون اللي سجله. وتمريره ايه بقى دي، مش بلسم يا ابني، جاتوه حلوه حلوه حلوه. الجون الثاني للرجاء. بص شوف المنوفي اللي خد شاره الكابتن بعد ما خرج كابونجا عملها ازاي برؤيه مفيش احلى من كده، وانطلاقه طارق سالم ويطلع اكرامي. انما الجون الثاني 2 للرجاء، 2-1